السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كيكة المحلات الكبرى كتجي رائعة بما ان الجو بدا كيتبدل، فغادا نشارك معكم هذا الكيك الصراحة اللي كيجي رائع، كيستحق التجربة. بواحد القوام اللي هو غزال غزال غزال. كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بواحد لايك، واحد تعليق، فضلا منكم وليس امرا. تشجيعاتكم كتخليني كتحفزني اننا نزيدو القدام. مقادير غادا نعطيهم لكم بالغرام وبكاس العنبه. غادا ناخذ واحد حمام مريم اولا بان ماغي. غندير 60 غرام ديال الزبده مع 150 غرام ديال الشوكولاته ممتازه من نوعيه جيده. انا اختاريت ديال 55 غرام، فغادا نديرهم يذوبوا على حمام مريم. ودائما هاد النوعيه ديال الشوكولاته راه ما كتبغيش ابدا انها تلامس النار، فحاولوا انكم تذوبوها ويكون ما بعيد ما امكن عليها. كنخليو هاد الخليط كيذوب على جنب هو الاول. بعد ما كيذوب فكنخلطوه حتى كيتجانسوا. ما كنخلي انا مجرد ما كتذوب الزبده فراه هي هذيك الحراره ديالتها هي اللي غادي تذوب ليا الشوكولات. نخليو على جنب. بالنسبه للمقادير عندي نصف كاس ديال السكر حبيبات 80 غرام، عندي نصف كاس ديال العنبه ديال الحليب، وعندي 2 بيضات، وعندي الطحين 110 ما بين واحد المعلقه صغيره داخله في هذاك العبار ديال كاكاو بودره ما يعادل كاس عامر وجوج معالق. كاس عامر وجوج معالق. وبالنسبه للحليب راه 65 مليلتر ما يعادل قلت لكم نصف كاس ديال العنبه. بالنسبه للزين فانا اختاريت غادا ندير حبيبه شوكولاته حبيبات حتى هي نوعيه جيده. فغادا خدمت هنا البيض والزبده حتى ابيض ليا الخليط. ضفت لهم من بعد هذاك نصف كاس ديال الحليب بدرجه حراره المطبخ، ومن بعد فرحنا ضفنا الشوكولاته. وفي هذا الاثناء الفرن راه كيسخن على 170 درجه. من بعد ما نساجم ليا هاد المكونات فغادا نبدا نضيف الطحين بشويه بشويه، وعندي خماره ونصف صافي. وغادا نخلط غير يدويا صافي. والمول راه كما كتلاحظوا راه ملبس. هاد الكيك ما كيبغيش طياب بزاف، ماكسيموم ما كيفوتش لينا واحد ثلث ساعه حتى ل 25 دقيقه صافي. شو انا ياكل ضروري هاد المول طوال راه مول هنا صغير للاشاره. المول كنأكد عليه وكنعاود المول صغير. هاد كيك راه كيك براونيز بمذاق البراونيز كيجي الصراحه بهاد المكونات كيعطيو واحد القوام، واحد التعليكه، واحد المذاق اللي الصراحه اللي هو رائع. غادا نزينو بهذوك الشوكولاته حبيبات. ممكن انكم تزينوه بقطع ديال الجوز، لكم الاختيار. ممكن المكسرات، فلكم كامل الاختيار. فقط حافظوا على المقادير اللي عطيتكم. الكيكه طابت وما قلت لكم ردوا بالكم انكم تفوتوا الطياب ديالها، لان فيها الشوكولات في هذا ما خاصهاش تفوت واحد الحد ديال الطياب باش ما تجيش ناشفه. هذا هو الشكل ديالها، هذا هو الحجم اللي عطاتنا. كتجي الصراحه رائعه رائعه غنيه، كتستحق التجربه. نقدموها للعزاز علينا وما كاين معز من وليداتنا من والدينا، علاش لا. هنا انا حاطاها والبنيه ديالتي كتسنى باش دير قطعه منها هكا الكوتي ديالها ديال المدرسه. فرا واحد الوقت اللي هو وجيز الصراحه دغيا كتوجد وما كتاخذش واحد الوقت اللي هو دير. وهنا درتها في الصحن التقديم. حاولوا عليها غير بشويه. هنا راه مازال دافيه وانا كنديمولي فيها. هنا غادا نقطعها معاكم. شوفوا الشكل ديالها الصراحه غزال، كتستحق التجربه. غير ردوا بالكم ما تعطيوهاش اكثر من الوقت ديالها في الطياب. شوفوا الداخل ديالها كيجي رائع رائع رائع، كتستحق التجربه. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. اي تساؤل فمرحبا،
وأنا إن شاء الله غنخلي لكم مقادير في صندوق الوصف، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.